السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ ونون. اتمنى يا رب. المخبوزات النهارده جميلة جدا، تحفة للسحور بتاع رمضان. بسم الله. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، معلقة من الخميرة كبيرة، ورشة بودر. اول حاجة معانا اللبن الرايب بتاعنا حوالي كوباية ونص. اللبن الرايب بتاعي انا بحاول ادفيه شويه على البوتاجاز عشان يساعد معايا في عمليه الخمر. لو ما فيش لبن رايب هتجيبي لبن حليب وتحط عليه معلقتين زبادي. لو ما فيش خالص عادي خالص باللبن الحليب هيبقى جميل جدا معاكي باذن الله. ومعانا الخطوه التانية هي الخميره بتاعتي. الخطوه دي بحب ان انا اخمر الخميره بتاعتي عشان ما تاخدش وقت معايا في الخمر ويطلع العجين معايا بسرعه. الخطوه دي جميله جدا، اتمنى تعملوها عشان تساعدنا في عمليه التخمير بسرعه. هنقلب الخميره على الدقيق على اللبن، ونبدا بقى نخلط المكونات كلها مع بعض كده بشوش كده بالمعلقه في الاول، وبعدين بايدينا كده حبه حبه كده لحد ما العجينه بتاعتنا تتماسك. ويبقى القوام بتاعها مناسب، لا هو طري قوي ولا هو يابس قوي. معانا دلوقتي كوباية الا ربع من الزيت على السمنة. تمام. لو ما فيش سمنة يبقى زيت. كوباية صغيرة تمام مش كبيرة، عشان يبقى كل ما قللت كمية السمنة يبقى جميل جدا معاك ان شاء الله. ما تبقاش السمنة كتيرة ولا حاجة. هما 3 كوبايات 3 معالق سمنة على 3 معالق زيت. هبدأ اخلط المكونات بتاعتي بقى كلها مع بعضها كده، والم العجينة بايدي. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. واستعمل الله كده عشان العجينة بتاعتي تطلع جميلة. هكمل عجن في العجينة لحد ما القوام بتاعها يبقى مناسب معايا كده بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لحد ما القوام بتاعها يبقى بالطريقة دي كده متماسك، لا هو طري قوي ولا هو يابس قوي، وتكون العجينة معايا متناسقة ومتجانسة مع بعضها. هسيبها بقى في مكان دافي تختمر، وارجع مع بعض ان شاء الله نشوفها ازاي العجينة بتاعتنا هتبقى جميلة جدا بإذن الله. خلص العجينة بتاعتنا اختمرت اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا لما تكون الخميرة دلوقتي هنبدأ نبطط العجينة بتاعتنا بعد ما كورناها كور صغيرة كده قد الليمونة، مش كبيرة قوي عشان يبقى الرغيف معانا جميل كده. هنبدأ بقى يمين وشمال كده لحد ما نخلي المدورة كده أو مطولة زي ما تحب، بس القوام بتاعها يبقى مناسب، لا هو رقيق قوي ولا هو تخين قوي. عشان لو رقيق قوي زيادة عن اللزوم طبعا مش هيبقى معانا، والقوام بتاعه مش هيبقى حلو خالص ان شاء الله. هتني اعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي كده لحد ما اخلص الكمية كلها، وافرش لها على الطبق او على اي رخامة بتاع المطبخ، وابدأ احط واحدة جنب واحدة كده. ملحوظة ان انا ما احطش دورين اتنين فوق بعض، هو دور واحد بس واغطيه عشان تكون النتيجة معانا جميلة ان شاء الله. لو حطيت اتنين فوق بعض هيبقى دور رافع مرتاح، ودور مش منقط. تمام. العجينة بتاعتنا ارتاحت للمرة التانية. هبدأ دلوقتي نخبزها مع بعض ان شاء الله بأسهل طريقة تكون معاك، سهلة جدا وبسيطة. شايفين بسم الله ما شاء الله. لو حابة تحطها على صاج، او طبق او اي حاجة، بس المهم ان الفرن بتاعنا يكون عالي من فوق ومن تحت عشان البكاكين ديت او خلاص القرص دي طلعنا بتحب النار عالية، القرص بتاعتنا او مش زي البكاكين القرص من الفرن. الصغنونة اللي هي شايفين بتاعت اسهل العجوة ديت طريقه واجمل او بتاع طريقه الفطار. ممكن لا دي تعمليها تحب باذن النار الله. عالية زي العيش الشامي شايفين ما كده. شاء الله لا قوه شايفين ما الا شاء الله ولا بالله. قوة الا بالله. تحفه والله نتيجة تحفه. تحفة.